السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في الله، تحية كبيرة لكم الكل. كيما راكم معاكم لطفي دوبل كانون في فيديو جديدة. والبارح درنا شفت الله يبارك فيديو كانت عندها صدى، والحمد لله يا ربي اللي وفقنا لهذا الشيء. الناس تفاعلت وحكينا باللي موضوع تاعها يا شعب الجزائر، انت هو الشعب اللي قاعد تحرر في الجزائر. واحد ما يجي يركب الموجة في الدقيقة الأخرى، لا يكون سياسي، لا يكون فنان، لا يكون شخصية، لا يكون ناشط، واحد ما عنده الشرعية، لا يكون قايد، لا يكون والو. الشعب الجزائري هو اللي دار هذا التحرير تاع بلادنا. فالناس بعثوا لي ياسر وقالوا لي يا لطفي كونك واقعي وكونك منطقي، هذا السعيد ما نقدروش نحيوه الا اذا جا القايد والجيش باش ينحيوه. هذه من بين اللي تشوفوها في التعليقات، وقلت يا سيدي لازم نجاوبوا عليها ونفهموا خاوتنا الناس عليها، مع العلم انه هذا رايي الشخصي يا جماعه، ماشني محلل ولا مفسر ولا مختص. انت يا اخيك تقول لي السعيد هذا ما يقدر ينحيه غير القايد والجيش، نقول لك ربي يهديك. عندها شهر برك، عندها شهر. هذا السعيد يا جماعه كانت معاه كل الاحزاب تاع الموالاه بالالاف، لا رندي والتاج ولا فلان وكل كانوا معاه. هذا السعيد كانوا معاه يا جماعه كل رجال الاعمال بالملايير تاعهم والشركات والقوه الاقتصاديه تاعهم كانوا معاه. كانوا معاه الحركات والجمعيات والمنظمات، كل كانوا يمشيوا في العهده الخامسه تشفاو عليهم، كل زيد لها الاعلام، والاعلام اللي خايف، وكل يا جماعه جند، والناس هادو كل ضدك يا شعب، وانت كنت شعب وحدك ضد هاد الناس الكل. يعني انت كشعب وقفت ضد هاد الناس في الجمعه الاولى والثانيه وطيحتهم واحد واحد. طيحت الرجال الاعمال، ريبتهم وكل عادوا خايفين. طيحت الاحزاب السياسيه بالالاف عادوا خايفين. طيحت هذه الجمعيات، طيحت فكره العهده الخامسه، فكره التمديد، فكره التعديل، فكره الانتخابات، ريبتهم الكل. بقى لك عبد واحد، بقى لك عبد واحد محصور كي الفار مسكين. حتى اخوه كيما قلنا لكم ميت في سويسرا في حاله، بقى وحده. كي بقى وحده جاي انت تقول لي ما نقدرش هذا نحيه، لازم نجيب الجيش كامل ينحيه. هو انت يعني هو تدخلوا لك فكره غلطه في راسك. انت نحيت هذه كل الاصنام، هذه كل والجيش هذا تاع الاحزاب ورجال الاعمال، نحيتهم الكل. بقى لك عبد واحد قلت لي لا ما نقدرش، لازم تدخل الجيش، لازم الجيش. وعليه؟ احنا نحترموا الجيش، خليه الجيش، كمل المسار تاعك. بقالك عبد واحد. الاخر يجي يقول لي يا لطفي هذا العبد كيف حب يخرج ويخلي المفتاح تاع الطابله ويجي خير. يا ولدي يخرج حتى بالكفوف، يخرج هك بالضرب، اخرج بالكف. يا ولدي الشعب الجزائري راهو دار كلش، راهو ما بقى والو. الناس يدرك خايفه، لا والله ما نصرى والو كل ما جاش الجيش. وين كان الجيش في 22 فيفري وفي حتى 22 مارس؟ وين كان يا اخي؟ انت يا شعب اللي درت كلش، راك انت اللي درت كلش. حنا نحترموا المؤسسه العسكريه بيان سور، بس حنا اللي تغيظني انه جاي واحد حاب يركب على الموجه ويقول لك اني انا هو. لا، بقى السعيد يا جماعه يخرج يطير. صحيح انك تقول لي اسمع هذا السعيد اي كانت معاها فرنسا، ولانه كان يعطيها مصالح وكانوا يعطيهم ديتيانا وكانوا يبيعوا البلاد لفرنسا، راني معاك. بس ما تنساش باللي هذه فرنسا الخب تاعها راهي تتعامل بالمصالح. السعيد كانت فرنسا معاه كي كانوا معاه رجال اعمال والاحزاب، وكانوا يبيعوا لها الاراضي ويبيعوا لها البترول ويبيعوا لها لي زافير ويعطوها لي مارشي. تشفاو كي يجيو زياره للرئيس ودي 70 شركه فرنسيه ربحت مشاريع تجاريه، هذا كانوا معاه. بصح فرنسا كيف قلت لك يا جماعه راهم تاع مصالح، راهم اليوم شافوا محصور كلوه وما يسحقوهش. فهمتوا؟ راهو ضعيف، راهم قاعدين يكبروا لكم في هذا السعيد باللي راهو حاجه كبيره. لا سي بون يا شعب الجزائر، بقات لك جمعه وتقضي عليه، بقات لك جمعه وتقضي عليه. كيفاه حاب تجيب جيش على جال عبد واحد؟ خاف ربي، حاب تجيب جيش كامل عجل عبد واحد. احنا نحترموا الجيش، قاعدين نقول الجيش اقعد. انا الجيش اللي نحبه يعني واللي تمنيت يكون معانا من 22 وروح كانت روعه، كنا نربحوا وقت. كنا الجيش وقف من 22 فيفري وكان واقف معانا، نقولوا والله غير نفرح، نقولوا ان ربحنا وقت. بس يا جماعه تشفاو كي خرجوا خراطه وحدهم. تشفاو اللي كان يهز بلاكا لا للعهده الخامسه ويدخل الحبس وحده، ما وقفش مع حتى واحد. ما تدخلش القايد وقال نخرجوا من الحبس لانه بالديمقراطيه. كنتوا وحدكم يا جماعه. كانوا يسبوكم في المواقع ويسبونا ويقولوا لا للحراك ومع العهده الخامسه. واحد ما وقف يا جماعه، وكان اللي نفاوهم وكان اللي ضربوا، والشعب خرج في الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه وحده. الشعب خرج وحده. اليوم بقى لكم غير السعيد يرحم والديكم، ما بقى والو. راي قاطوا تعرفوها تمشوه، فضت راحت يا جماعه. ما تقوليش لي يجي فلان يركب. انا نحب ونتحي الجيش. كانوا بعض الجنود تشفاو عليهم اللي نستعرف بهم صح،
من 22 فيفري يا جماعه كنا نحطوا التصور يكتب مسكين جندي بالدرجه لا للعهده الخامسه. تشفاو عليه ولا لا؟ الجندي هذاك الراجل اللي بحال اللي كان في الكازرنه من الخوف والريسك ويقول لي يا لطفي يزرب ومحاها وراني نمحاها من الصفحه تاعي ومن التليفون لا يحكموني، خاطرك حرقت في قلبه يا جماعه. وكتب من 22 فيفري هو يرسل في يده مسكين جندي باللاطوني، والاخر يكتبها في رجله، والاخر يكتبها في التراب، والاخر يكتبها بالرصاص، والاخر بالكلاش. هادو الجنود تاع الصح تاع الجيش اللي كانوا مساندين الحراك من 22 فيفري. اما جماعه القياده كانت تشوف من فوق وتهدد احنا ضد الايادي الداخليه ورانا ضد كذا، واليوم جايين يركبوا في الموجه على جل عبد واحد هو السعيد. ما نسحقكمش، نحترموا الجيش بصح الموقف تاعكم سي بون سي تروطار، لا الماده 2 لا والو، لا 102 لا 104. الشعب الجزائري لازم يكمل المسيره ويقضي على هذا السعيد، امزي عليه يطير. فضل صاي ما نسحقوش. بارك الله فيكم وننتظر الانتقادات تاعكم خاوتي والتصريحات تاعكم. ربي يحفظكم.